لو نفسك تعمل صورك بالذكاء الاصطناعي يبقى الفيديو ده معمول ليك. أداة ايدوجرام نزلت خاصية جديدة اسمها كاركتر، حرفيا بتدرب الاي اي على وشك، يعني ترفع صورة واحدة والنتيجة نفس ملامحك بنسبة 100%. خليني اوريك ازاي بنعملها خطوة بخطوة. اول حاجة هنعملها ان احنا هنعمل ابلود للصورة اللي احنا عايزينها، وليكن انا عايز الصورة دي. هنيجي على شات جي بي تي، هناخد البرومت، السر كله في البرومت. احنا هنا نقدر نعدل المقاس، نقدر نختار الموديل، نقدر ان احنا نختار الستايل، او ملفات الماجيك برومت اوتو زي ما هي. تعالوا نجرب مع بعض كده. الأداة سريعة جدا وهي بتدينا 10 محاولات. يلا نجرب المحاولة الأولى. في كل محاولة هي بتديني 4 صور. النتائج حلوة جدا. صورتي يعني أنا أهو، بنفس ملامحي بنفس كل حاجة. طب غير الشعر حتى يعني. الموضوع قوي لأبعد درجة يعني. فكرة ان يبقى في أداة بالقوة دي. شات جي بي تي لما كنا بنيجي نجربه كان بيبوظ الملامح خالص، بيبوظ الدنيا خالص. ترانسفورم. احنا جربنا برومت تاني ونشوف النتيجة. اللي عاجبني في الأداء ان هي فعلا سريعة جدا، ما خدناش اي وقت. خلاني رائد فضاء في محطة الفضاء الدولية. تعالوا نجرب حاجة كمان. اه، اوكي. نشوف بعد نهاية العالم ايه اللي هيحصل. هي الفكرة بقى انك انت تقدر تعمل اي مشهد لصورتك بمنتهى السهولة. الموضوع ما عادش معقد زي زمان، وملامح مش هتبوظ. ايه ده بجد؟ ايه ده؟ ايه النتائج دي؟ بصراحة انا منبهر. معرفش ايه السلاح ده، بس انا يعني بصراحة انا منبهر من النتيجة، ان هو حافظ على الملامح بالشكل ده. طب تعالوا نجرب حاجة كمان. احنا قلنا له هنا اوكي. فانتزي كينج. اوكي. تقدر تغير مقاس الصورة، هنعملها الصورة الجاية. بصراحة الأداء سريعة جدا. نشوف نفسي وأنا ملك. ملك حلو جدا. حس إن أنا طالع من مسلسل أجنبي. مش عارف ايه دي، بس يعني الموضوع جميل والتاج لايق. ف يعني بصراحة سيكريت ايجنت. نجرب وانا عميل سري بالبدلة بقى وشغل جامد. انا نسيت ان انا اغير المقاس. اللي بعدها لسه معانا 5. فكرة انك انت تقعد تجرب على صورك بستايلات مختلفة. جيمس بوند في نفسي لو ملبسني نضارة شمس. لا والله. يعني انا مش عارف اقول ايه بصراحة. يعني بصراحة انا ما شفتش يعني اداة بالقوة دي والشكل ده يعني. ان هو يحافظ على الملامح. تعالوا بقى نغير الصورة نفسها. ان هو يحافظ على الملامح بالشكل ده حاجة بجد قوية جدا. هنشوف هنا هيعمل ايه. هو بيفصل الوش لوحده، ودي احلى حاجة في الاداة. اه، احلى من اللي فاتت. اه، هنا دقني طويلة. بصراحة انا مش عارف اقول ايه. جيم اوف ثرونز ستايل. اوكي. يلا بينا ترانسفورم زمان تو ذا باتل. اوبا، احنا هنروح معركة ليه دايما بنسى المقاس؟ مش عارف. معلش. معانا 3 محاولات. لازم تجربوا الأداء بجد بجد، هتطلعوا صور يعني مبهرة. أنا اللي جابني في جيم اوف ثرونز. أنا رجعت بالزمن قوي. لو خدنا بالنا من الملامح، هي نفس الشخصية، هي نفس كل حاجة. طب أنا عايز أجرب صورة تالتة. إحنا هنا نقدر نتحكم في الماسك، ودي حاجة كويسة جدا. طيب delete remove image
ونجرب صورة كمان. اوكي، ونغير بقى المقاس هنا، هنديله ماشي بالعرض خلاص. اوكي، انت زعلان ليه؟ سايبر فيجن اوف زمان، وكان في ايه؟ تعالوا نجرب ده، وجربنا صورة تانية. زعل بقى، ويتنج، انا حسدته. ويتنج، خلاص كمل اهو، هو بيحطني في الهولد. واو، عملني انسان آلي. طب مش ملبسني هدومي ليه يا عم؟ مين ده يا عم؟ ايه ترمينيتور ده؟ مالك فيه ايه؟ يعني مش عارف، ما عجبتنيش قوي. تعالوا نجرب اخر واحدة. الفكرة في ان الاداء بجد يعني مطلعة نتائج مع الاحتفاظ بالشخصية زي ما هي. يعني انا بصراحة يعني مش عارف اقول ايه، الصور دي حلوة جدا. وانا في وورزون دي تحفة، تحس ان انا بلعب كل اوف ديوتي كده، رائد فضاء. لا الموضوع جميل. لا لا لا، الموضوع بجد بجد. انا هقعد اعمل صور. ايه ده؟ في ايه؟ ايه ده؟ مالك يا عم؟ في ايه؟ حلوة دي، بس يعني ايه العضلات دي؟ انا رفيع يا عم، مش عارف ليه طلعني صورة غريبة ومريبة، وموضوع صعب. بس في كام صورة فعلا 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 حلوة جدا، يعني حلوة جدا. انا الصورة دي عجباني قوي. يعني الموضوع قوي لأبعد درجة. ممكن تقدر تعمل الصورة بتاعتك برايفت. ايدو جرام هي منصة مشهورة اصلا بالتصميمات، والاوبشن ده هو لسه جديد. ففعلا فعلا فعلا